احلى مسا عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده عملنا مع بعض بقى كده حواوشي باسهل طريقه، ما خدش وقت خالص. حواوشي الطاسه، ما حطيناهوش في الفرن، عملناه على البوتاجاز من فوق. تعالوا بقى نشوف مع بعض كده الطريقه على طول عشان ما اطولش عليكم. جبنا كيلو من الحواوشي من عند الجزار جاهز. بصراحه كان عامله جميل جدا، وعيش بلدي عادي خالص من الفرن عادي بتاعت العيش، وحبة زيت بس. الحواوشي ده جاهز، هو ضارب مع عنده في المفرمة البصل والفلفل الألوان والبهارات وكل حاجة، يعني مش محتاج حاجة خالص. طبعا بيتفرم عنده، بيبقى أفضل من المفرمة بتاعته أو الفلفل الألوان اهو. طبعا سامحوني أنا بستعمل إيدي لأني أنا مش بحب ألبس جواندي بصراحة، ما بعرفش أتعامل معاه، فطبعا غسلة إيدي كويس جدا. بحب بقى أكور كده إيه حسب الرغيف بتاعي، بعمل طبعا كور عدد العيش بتاعي، بنكورها كده. طبعا بعوز ايدي زيت عشان خاطر ما تمسكش برضو في ايدي اللحمه، بس طبعا اكيد اللحمه فيها دهون فما بحطش دهون تاني، هي بس كده حاجه بسيطه. وطبعا لما بعمله في الطاسه برضو بحط حبة زيت صغيرين جدا، لان اكيد هو بينزل برضو الدسم بتاعه. خليني اقول لكم بصراحه كان طعمه جميل جدا. هنعمل بقى كده اهو، عملنا اخر واحده. طبعا طلعوا 12 كوره، طبعا انا مكتره الكوره، مكبرها شويه عشان تبقى لحمه حلوه برضو في الرغيف. عملوا 12 كوره على طبعا 12 رغيف، ما شاء الله تبارك الرحمن. هنفتح بقى الرغيف كده سهل خالص اهو، ما خدش وقت خالص، وطبعا ما فيش اسهل من كده. هنفرد بقى الكوره بتاعتنا في الرغيف. طبعا كنت عامله جنبه شويه بطاطس وحته سلطه، وطبعا كل يوم بنقول هناكل ايه والغدا ووجع القلب بتاع الاكل فقلنا عملنا حواوشي بقى، قلنا نعمله كده سهل كده، خدش وقت خالص في الحر اللي احنا فيه ده. هنعمل واحده تاني اهو معاكم. اهو كده تمام، فردناه كويس. كنت طبعا مقطعه بطاطس عادي معاكم اهو، بس ما جبتهاش بصراحه لان تقطيعها ما يعني سهل جدا. قشرتها وقطعتها وحطيت فيها شويه ملح اهو وشويه خل عشان ما اطولش عليكم الفيديو. سبتها بقى تتنقع شويه قبل ما احمرها. بس كملنا بقى الكميه اهو بتاع الحواوشي، ما شاء الله تبارك الرحمن، عمل معانا 12 رغيف. في بقى جزء بيحب ساده وجزء بيحبه عندي بيحبوا بالطماطم والبصل والفلفل، يعني دي زيادة من عندي أنا، هو مش محتاج حاجة أصلا. والجبنة الموتزاريلا طبعا. فعملت 6 من الرغيفة عليهم الأجزاء دي، غير كده ما الباقي سبته زي ما هو. حطينا طبعا حبة كده من الموتزاريلا، ممكن بقى تجيبي جبنة ميكس برضو، يعني مش شرط موتزاريلا بس، يعني الموجود عندك. يعني أنا ما اشتريتش حاجة، كله كان من البيت. طبعا نحط كده شرايح البصل، مقطعاها كده شرايح رفيعة، وفلفل برضو شرايح رفيعة، والطماطم. طبعا كان تحفة وطعمه جميل جدا، هو بصراحة مش محتاج، بس هما اولادي فيه يعني جزء وجزء، مش كلهم بيحبوا يعني الرغيف يبقى فيه حاجات زي كده، الخضروات دي. طبعا كله غذا طبعا ليهم، وانت عاملاه في البيت صحي وآمن، وعاملاه بإيدك طبعا بنظافة يعني. ما شاء الله تبارك الرحمن. متنسونيش بقى في اللايك وكومنت حلو كده. اهو حطينا الجبنة الموتزاريلا، بصراحة خلت طعمه جميل جدا برضو. ان شاء الله المره الجايه اعمل لكم بقى حواشي الاسكندراني. ده كده كان حاجه سريعه كده على السريع، لكن نعمل لكم بقى الحواشي الاسكندراني باذن الله. طبعا كل ده بيستوي معانا وبيبقى زي الفل، هتشوفوا دلوقتي. عملنا كده اهو ستة من
من العيش، وسيبنا الستة التانيين. هنجيب بقى الطاسة بتاعتنا، ونرفعها بقى كده على البوتاجاز، وهنحط حبة زيت صغيرين مش كتير، حبة صغيرين خالص يعني، بس كده. هيسخنوا طبعا كويس جدا. هننزل بقى رغيف رغيف كده. لو طاستي كبيرة شوية كنت عملت بقى طبعا رغيفين جنب بعض، بس كده يعني افضل يعني. لو في طاسة كبيرة شوية ممكن اتنين جنب بعض. ما شاء الله تبارك الرحمن، كان طعمه جميل جدا والله، فجربوه. طبعا ولو الجزار مثلا مش بيفرم عنده الحاجات دي، انت ممكن طبعا هتجيبي بصل وفلفل وكله تبشريهم كويس جدا وتخلطيهم، يبقى كده بقى الحواوشي. والبهارات طبعا بهارات حواوشي، وفلفل اسود وكمون وملح، كله تحطيه وتدعكيهم جامد جدا مع بعض، وكده خلاص. يبقى كده عملتي برضو الحواوشي. بس انا بجيب كله بصراحة، والجزار بيفرمه عنده، وبشيله عندي في الفريزر. بصوا قلبت فيه كل شوية اهو. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن، تحفة. طبعا بصفيه برضو جامد، من اكيد الدسم اللي فيه بينزل شوية. بصوا استوى وبقى زي الفل، طعمه كان جميل جدا. بصوا الدسم اللي فيه برضو بينزل. بصفيه كويس جدا، وبنزله برضو على مناديل مطبخ. هنعمل واحد تاني، وهو كده خلصنا اهو الشكل النهائي. ما شاء الله تبارك الرحمن. وقلينا البطاطس، وعملنا سلطة خضراء طبعا من 5 ألوان، كل حاجة مغذية بصراحة. وعملنا الطحينة، هنزل لكم برضو الطحينة، كنت عاملاها برضو مصوراها، بقى انزلها لكم الطريقة بتاعتها. وعملنا خيار مخلل لسه، ده بقى اصوره لكم مرة تانية، اصوره لكم. كان تحفة بصراحة. ما شاء الله تبارك الرحمن. والحواوشي معانا اهوت خلص. بصوا عامل ازاي، طبعا كان سخن جدا مش عارفة اقطعه. بصوا واستوى، اللحمة استوت، وكان طعمه تحفة تحفة بجد. وبألف هنا وشفا عليكم حبايبي.